هلو يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده معمول لأي حد بيمر بابتلاء. كده كده كلنا مرينا وبنمر وهنمر بابتلاءات كتيرة قوي في حياتنا، لأن الدنيا دي عبارة عن اختبار كبير، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. this is our way of being tested. ربنا مش دايما بيشيل الابتلاء بالطريقة اللي احنا أو الصورة اللي احنا بنبقى متصورينها، بس دايما بيفتح لنا طريق للخروج منه. لما سيدنا موسى كان محاصر بين جيش فرعون والبحر، ربنا ما رفعش البحر لسيدنا موسى، ولكنه شقه وفتح له طريق يمشي فيه. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما اتحدف في النار، ربنا ما طفاش النار، ولكنه جعلها بردا وسلاما عليه. سيدنا أيوب عليه السلام عانى لسنين طويلة قوي، وربنا ما شفاهوش على طول، ولكنه هداه لمية فيها شفاؤه. واكيد كلنا عارفين قصة السيدة مريم عليه السلام لما كانت تعبانة ولوحدها وكانت محتاجة اكل. ربنا ما نزلش البلح في ايديها على طول، ولكنه طلب منها تهز النخلة عشان تاخد البلح. فشايفين النمط او التسلسل في كل قصة وفي كل ابتلاء جاي بطريقة مختلفة، ولكن المورال واحدة. ربنا مش دايما بيشيل الابتلاء، ولكنه دايما بيديك القوة، الهداية والوسيلة انك تتخطاه بأيا كانت الطريقة. فلما الفرج يجي ما تستغربش لو جه معاه مجهود منك، لان في الجهد ده في نضج، في حكمة، وقبل ده كله في ربنا. ثق في الخطة وثق في ربنا، or in other words trust the process.